تخيلوا معايا 3 ديال البنات صحابات الروح بالروح، كبروا مجموعين، قراو مجموعين وتشاركوا الأسرار والحلام. ولكن فجأة واحدة فيهم غتلقى راسها جثة مرمية في الزنقة، عريانة ومكرفسة، بلا رحمة وبلا شفقة. شكون يقدر يدير هاد الحالة في بنت بريئة ما عندها عداوة مع حتى شي حد؟ وشنو السر وراء الرسالة الغامضة اللي وصلت صحاباتها نهار قبل ما تغبر؟ هذه قصة غتخليكم تصدموا من الغدر من اللي كيجي من أقرب الناس. كبروا الشاشة وركزوا معايا مزيان في هذه القضية اللي هزات مدينة الدار البيضاء. القصة كترجع لسنة 2014. سناء، لبنى وإيمان، 3 ديال الصحبات ما كيتفارقوش. كلشي كان غادي مزيان حتى لواحد النهار ديال الثلاث. إيمان وسناء غيوصلهم واحد الميساج غريب وصادم من عند صاحبتهم لبنى. الميساج كيقول باللي هي بغات تقطع علاقتها بهم بصفة نهائية وما بقاتش بغات لا تشوفهم ولا تسمع خبارهم. البنات تصدموا، حاولوا يعيطوا لها ولكن التليفون كان طافي. حيت ما فهموا والو سكتوا وقالوا يمكن غير مقلب ولا طالع عليها الدم. ولكن الغد ليه في الصباح القضية غتبان باللي ماشي مقلب. عائلة لبنى كيدقوا على دار إيمان وهما مخلوعين. سولوها واش شافت لبنى حيت البنت ما رجعتش للدار من البارح. إيمان توترات وما عرفتش واش تجبد ليهم الميساج ولا تسكت. في الاخر قررت تسكت باش ما تزيدش تخلعهم، والعائلة مشاو ديريكت للبوليس باش يبلغوا على الاختفاء ديال بنتهم. في نفس النهار بالليل البوليس غيجيهم واحد البلاغ من عند واحد السيد كيقول باللي لقى جثة ديال شي بنت مرمية حدا واحد البلاصة ديال الزبل في واحد الحي راقي قريب للبحر. البوليس جاو لعين المكان ولقاو منظر كيشوك، جثة ديال البنت عريانة بالكامل وملوية في واحد ليزار. من بعد التحريات تأكدوا باللي الجثة هي ديال لبنى اللي عائلتها كيقلبوا عليها. تقرير الطبيب الشرعي زاد عقد القضية ملي أكد باللي البنت ماتت مخنوقة وما كاين في الجسم ديالها حتى شي أثر ديال الضرب أولا الاغتصاب. يعني المجرم كان باغي يصفيها ليها ديريكت وحيد ليها حوايجها غير باش يتلف البوليس ويبعد الشبهات. البوليس بداو التحقيق واستدعاو سناء وإيمان. سناء هدرات ببرود وقالت باللي وصلها ميساج وما عرفتش السبب. إيمان حتى هي هدرات على الميساج، ولكن البوليس بقاو حايرين. البنت درويشة من الدار للقراية ومن القراية للدار، ما عندها لا مشاكل لا عداوات. شكون عنده مصلحة يقتلها بهذه الطريقة البشعة؟ داز الوقت والتحقيق بحال لا وقف. حتى لواحد النهار إيمان غترجع لمركز البوليس وهي متوترة بزاف وغتفجر مفاجأة غتبدل مجرى القضية. قالت لهم بلي داك ليزار اللي تلوات فيه الجثة ديال لبنى فايت ليها شافته وممكن تكون متأكدة منه. هاد ليزار شحال هادي كانت شافته في الدار ديال سناء صاحبتهم الثالثة. البوليس ما تسرعوش وقرروا يحطوا سناء تحت المراقبة السرية. ولاحظوا واحد الحاجة غريبة بزاف، سناء ولات كتخرج بزاف وكتلاقى مع واحد الدري ولد دربهم. هاد الدري دوز الحبس شحال من مرة وكان معروف بالسوابق ديالو، ولكن هذه مدة طويلة وهو تائب وداخل سوق راسو. البوليس استغربوا، شنو العلاقة اللي غتجمع بنت قارية بحال سناء مع دري سوابق في هاد الوقت بالضبط ومن بعد ما قتل صاحبتها؟ قرروا البوليس يجيبوا هاد الدري باش يحقوا معاه، وغير بداو معاه في الأسئلة السيد نهار وبدا كيبكي وغيعترف بكل شيء. هاد الاعتراف غيكشف لينا على واحد الحقد دفين كيرجع لعامين قبل. في 2012 سناء كانت تقبطات في واحد القضية ديال الحشيش لقاوه في الطوموبيل ديالها ودخلت للحبس. ملي خرجات جاو شي ناس ديال الفتنة وعمروا ليها راسها، قالوا ليها باللي صاحبتك لبنى هي اللي حطات لك الحشيش حيت كانت حاسداك. سناء تيقاتهم وتولد فيها واحد الحقد أعمى وقررت تنتقم. سناء عرفات باللي هاد الدري السوابق كيبغيها من شحال هادي وما كانتش كتعطيه وجه. مشات عنده واستغلات نقطة الضعف ديالو، قالت ليه أنا غنكون ديالك ولكن بشرط واحد، تصفيها للبنى. الدري في الأول تردد حيت تاب، ولكن قدام الهوس ديالو بسناء وافق على الخطة. نهار 3 هاد الدري اللي سميتو علي تبع لبنى، جبد عليها موس وهددها، داها لواحد الخلا مهجور، احتجزها ليلة كامل وهي كترعد بالخلعة، والغد ليه خنقها
حيد ليها حوايجها كيف ما طلبات منه سناء باش تبان جريمة شرف. لواها في داك ليزار اللي جابتو ليه سناء بيديها ورماها في الزنقة. ولكن علي ملي عرف من بعد بلي لبنى كانت بريئة وما عندها حتى علاقة بالحبس ديال سناء، وبلي سناء غير خدمات به ولحتو، ضميرو أنبو بزاف واعترف بكل شيء للبوليس. المحكمة سدت الستار على هذه القضية الصادمة. علي حيث هو المنفذ تحكم عليه بالسجن المؤبد، وسناء العقل المدبر اللي غدرات صاحبتها وقتلتها بلا ذنب تحكمات ب 18 سنة ديال الحبس. نهاية مأساوية ديال الغدر اللي كيخلينا نردوا البال حتى من أقرب الناس لينا. وهذه كانت هي القضية ديالنا اليوم. وقبل ما نسالي بغيت ناخذ من وقتكم شوية باش نرحب من القلب بكل المشتركين جداد اللي انضموا لينا مؤخرا. مرحبا بكم في عائلة نور ستوري، الدار داركم. شكرا بزاف على الثقة ديالكم وعلى الدعم اللي كتقدموه ليا. الانضمام ديالكم كيكبر العائلة ديالنا وكيزيدني حماس باش ديما نجيب لكم أقوى القصص. الناس القدام نتوما هما الساس والقلب ديال هاد القناة، والناس الجداد شرفتوني ونورتوا القناة. ما تنسوش ديما تخليو لي الآراء والتوقعات ديالكم في التعاليق، حيث كنفرح بزاف ملي كنقراها. تهلاو ليا فراسكم ونتشوفوا في الفيديو الجاي.